السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هعمل لكم ان شاء الله تشكيله من الحلويات الشرقيه من البقلاوه. ان شاء الله هنعمل 6 7 اشكال باذن الله يعجبوكم. بس هعملها بعجينه الجلاش العاديه الجاهزه. حقيقي طعمها احلى بكتير من الشكل. انا هبه، ولو اول مره تشوفيني او تشوفي قناتي اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجب تعملي سبسكرايب للقناه وتشيري الفيديو مع اصحابكم اللي بيحبوا الحلويات الشرقية. وما تنسوش كمان نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الفيديو هينال إعجابكم. هتقومي تنفذيه، طريقة سهلة وخطوات بسيطة ومش صعبة، وهتلاقيها كده من جوه جميلة ومقرمشة. والحشوة جديدة، متهيألي مفيش ناس كتير بتعملها. بس يلا بقى نبدأ الفيديو على طول. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اول حاجة هنعملها، هنعمل الشربات ده عبارة عن ايه؟ كوباية ونص من السكر، قصادهم كوبايتين من المية. اول حاجة بنجيب حلة كده حلوة، هنحط كوباية ونص من السكر يا بنات. هنحط قصادهم كوبايتين من المية. هنحط كيس فانيليا وعصرة ليمونة، كل ده على البارد. بعد كده نبدأ نولع النار. هنسيبه قد ايه على النار؟ من 8 ل 10 دقايق. لازم يكون الشربات بارد والبقلاوة بتاعتنا تكون سخنة. الشربات ما بيكونش تقيل، بيكون وسط، لا خفيف قوي قوي ولا تقيل قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده، حطينا السكر وحطينا المية، حطينا نص ليمونة، وحطينا الفانيليا. ممكن تستغني عنها، بس بصراحة بتخلي طعم الشربات كده طعمه حلو. هنقلبوه كده حلو زي ما انتم شايفين، وهنبدأ نرفعه على النار. هوريكم اول في بداية الغليان هيبقى شكله ايه. اول بداية كده اما يغلي في اول 5 او 4 دقايق، وهوريكم في الاخر هيبقى القوام بتاعه قد ايه، او شكل القوام بتاعه قد ايه. بصوا انا حطيته كده على النار. بصوا مجرد ما كده 4 5 دقايق زي ما انتم شايفين كده في بداية الغليان. بصوا كده خلاص كان بدأ من 8 ل 10 دقايق. هنطفي عليه ونسيبه بقى يبرد خالص لغاية ما نعمل البقلاوة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده انا طفيت عليه. بصوا شايفين اللي هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. البقلاوة دي هنحشيها ايه يا بنات؟ هنحشوها كنافة. في ناس بتحشيها طبعا حشوات كتير، انا النهاردة قلت هغير كده واعمل حاجة جديدة، هعمل كنافة. هجيب معلقتين سمنة كده بلدي يستحسن طبعا، ما عندكيش حطي سمنة عادية. الكنافة دي انا حطاها في الفريزر. اول ما جمدت بدأت أكسر فيها، بس مش عايزة أضربها في الكبة. ليه يا بنات؟ عشان أنا مش عايزاها مكسرة خالص، أنا عايزاها كده فيها شعيرات، يعني تبقى انتي تكسريها بإيدك. لكن الكبة بتنعمها قوي، بحس إن هي مش حلوة. قد إيه دي كنافة يا بنات؟ احنا كده مثلا هنجيب ربع كيلو كنافة، قصاد مثلا كيلو إلا ربع جلاش. تمام. بصوا هنبدأ نحط سمنة. ما تستخسريش، حطي سمنة حلو. طبعا الحلويات الشرقية دي بتحب السمنة جدا، فما تقوليش سمنة كتير وكده. هي لا، هي طعمها في سمنتها. لما تحطي سمنة كتير وحلو هتحسي بالطعم. بص احنا بدأنا نحمروها زي ما انتم شايفين كده على نار ما تكونش عالية قوي ولا واطية قوي، عشان لو عالية قوي يا بنات هتحرقها بسرعة. فاحنا وايدك ما تسيبهاش. زي ما انتم شايفين كده بدأت تحمر وتاخد اللون الحلو الجولد الحلو ده. هنبدأ ننزل بإيه يا بنات؟ بشربات. انو شربات اللي احنا عاملينه. هناخد مثلا معلقتين 3، يعني هنشوف زي ما هي تحتاج. تمام. هي كده تمام. بصوا ادي معلقة، 2، ادي 3 4 كمان. وهنشوف ونقلب، لو حسينا ان هي هتحتاج تاني حط لها. تمام. ادي بنقلبوها اهي، حسيت ان هي محتاج كمان معلقتين، هنبدأ نحط لها تاني عشان تبقى. انا طبعا مش حاطه لها سكر، فهو ايه اللي هيخلي الكنافة مسكرة؟ ان انا حطيت لها الشربات، عشان كده انا ما حطيتش سكر. تمام. قلبناها، هنركنها بقى على جنب ونبدأ نعمل الاشكال اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. اشكال سهلة قوي وتقدري تعمليها في اي وقت. بصوا هنجيب صينية كده، هنبدأ نحط لها برضو سمنة. تمام. وهنحطها على جنب ونبدأ نعمل الاشكال.
طبعا البقلاوة دي اشكال والوان يعني ممكن تعملي كذا شكل، ممكن تعملي شكل واحد. انا حبيت بس في الفيديو ده اعمل لكم كذا شكل، وانتي ممكن من شكل واحد تعمليها، مش شرط تعملي الاشكال دي كلها. هتجيبي لفة الجلاش، اهم حاجة تكون متغطية كده بفوطة نظيفة، عشان الجلاش لو سبتيه كده اول حاجة هينشف معاكي وهيتقطع ومش هتعرفي تشتغلي بيه. فلازم كده بصوا، انا هاخد مثلا 2 2 3 3 او واحدة واحدة كده لوحديها، ونبدأ نطبقها عشان لما اجي اسحب مش كل شوية افتحه. تمام زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بعمل واحدة واحدة كده، وابدأ احطها في الفوطة واقفلها. خدت اول واحدة، هحط سمنة جنبي. قد ايه سمنة؟ مثلا قولي كوباية سمنة يا بنات. تمام. هنكون مسيحينها طبعا. هنبدأ ناخد قد ايه بقى في الورقة، يعني زي ما لازم تدهني الورقة كلها، يعني هي ملهاش جرام معين او ملهاش مقدار معين. انا بصوا مجرد بس ما انتي غلفتي الورقة كلها سمنة، هتبدأي بقى اول شكل. هنقسم الورقة نصين زي ما انتوا شايفين كده، بس نظبطها. تمام. وهنعمل اول شكل. اول شكل هنعمله ايه؟ هقول لكم عليه. عارفين يا بنات عصيان؟ بص احنا هنقسموها، قسمناها نصين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفيديو موضح نفسه. عارفين عصيان الشيش طاووق؟ هنجيب كده 3 4 عصيان مع بعض، وهنغلفوه بالاسترتش راب، عشان نلفوه عليه. مفيش يعني بأي حاجة بقى عندك مدورة. تمام. احنا حطينا برضو سمنة، وهنبدأ نلفوه كده زي ما انتوا شايفين. شايفين يا بنات؟ وهنبدأ نكشكشه مع بعض. اول شكل دوت طريقته سهلة ومش صعبة. بصوا يا بنات، وهنبدأ سيبنا الجزء اللي في الاخر عشان يبقى القاعدة بتاعته، عشان لما نحط الكنافة بتاعتنا يبقى دي القاعدة بتاعته، بتاعة الجلاشة. تمام. هنعمل تاني واحدة. هنبدأ برضو نجيب الورقة، هنحط لها سمنة، هندينا سمنة كده. وهنبدأ برضو نجيب العصيان دي نلفها. طبعا العصيان دي هتستخدميها في كل مرة هتستخدمي فيها جلاش، احنا مش بنرميها. تمام. هنلفها كده زي ما انتم شايفين الفيديو. انا مش عارفة يعني اوضحه لكم قوي، طبعا الشكل بيوضح نفسه، او الطريقة اللي انا بعملها بتوضح نفسها. احنا عملنا ايه؟ الجزء اللي فاضل دوت هو ده اللي هنحط عليه الكنافة. هنبدأ ناخد تاني، وهعمل لكم برضو شكل تاني. بصوا برضو جبنا ورقة زي ما انتم شايفين، هندهنوها برضو سمنة، او سمنة وزبدة يا بنات، او سمنة وزيت. بس انا بفضل طبعا السمنة الفلاحي او السمنة الجاموسي لا يعلى عليها بصراحة. الحلويات الشرقية دي عايزة السمنة البلدي زي ما بيقول. برضو قسمناها نصين، وهنحط كلها سمنة تاني. وبرضو هنجيب تاني عصيان الشيش، هنبدأ نلفها عليها لفة. وبعد كده هنجيب الكنافة. ده تاني شكل يا بنات. بصوا هنبدأ نجيب الكنافة كده نرصها. معلش انا بتكلم كتير بس عشان اوضح لكم بس الفيديو. تمام زي ما انتوا شايفين كده، خدنا حبة وبعد كده هنبدأ نلف عليها. بصوا، وهنبدأ نكشكشها. ماشي. وبعد كده نشد بالراحة كده العصيان الشيش. بصي بتشد معانا بالراحة. هنبدأ نقطعها بقى رولات صغيرة كده، او بصوا هنقطعها حتت صغيرة كده، يعني 2 سنتي كده ولا حاجة. بصوا، وهنبدأ نحطها دي صوابع بس مكشكشة. ده تاني شكل. هوريكم برضو ايه شكل تالت. برضو هتجيبي ورقة جلاش. معلش الفيديو ده طويل شوية، بس عشان ايه انا عملت لكم كذا شكل، وانتي بقى تختاري الشكل اللي يعجبك وتنفذيه. برضو هنحط لها سمنة في كل حتة كده عشان تبقى مورقة معانا. تمام. وهتبدأ برضو نصين. تمام زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ برضو نحط لها سمنة تاني. وهنعمل ايه يا بنات؟ هقول لكم بقى ده الشكل رقم كام. ده الشكل رقم 4 صح كده تقريبا، يا الرابع يا التالت. برضو هنحط شوية كنافة، وهنبدأ نلفه. برضو هيبقى صوابع بس صغيرة مش مكشكشة. احنا عملنا صوابع مكشكشة، دي صوابع مش مكشكشة. بصوا
نعملوها صغيرة كده على قد عقلتين صوبع كده يا بنات، عشان حتى اللي ياخد واحدة يحطها في بقه مرة واحدة، ما يفضلش يقطم فيها. حتى الولاد كده لما يجوا ياخدوا بيبقى على بق واحد بيتاخد. تمام. هنحطها برضو في الصينية. هنجيب واحدة تانية، ورقة جلاشة تانية، هنعمل شكل تاني برضو يا بنات. لو اتقطعت منك زي ما اتقطعت مفيش اي مشكلة. الدنيا ما باظتش، لا هي هتشتغل برضو زي ما انتم شايفين كده. برضو هنحط لها كلها سمنة، وهنبدأ برضو نطبقها. لا هنحط عليها كمان واحدة. تمام. وبرضو ما بين كل واحدة واحدة هنحط ايه يا بنات؟ هنحط سمنة. اجي حطينا كده ايه 2، اجي 3، تالت واحدة. وبرضو هنحط سمنة ما بين كل واحدة وواحدة، نحط سمنة عشان تورق معانا يا بنات و... وتبقى شكلها حلو. احنا عملنا كام رقة؟ عملنا مثلا 5 رقات. هنقسم. هنجيب طبعا مسطرة نضيفة. هنعمل ايه 5 سنتي 5 سنتي. هنقسموها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المسطرة دي انا عاملاها للحلويات وللاكل، يعني مش مسطرة مثلا للولاد، لا. لو انت ما عندكيش مسطرة ممكن بالنظر كده تقطعيها زي مربعات كده يا بنات. هنقطعها زي شرايط طويلة كده، وبعد كده هوريكم نقطعها مربعات قد ايه. احنا قلنا من 4 ل5 ورقات فوق بعض. تمام. زي ما انتوا شايفين كده قطعناها. هنحطوا ال5 دي على ال5 دول، بقوا كام؟ بقوا 10. كل ما بتحطي كل ما بتبقى رقات حلوة، ما بتبقاش رفيعة ولا خفيفة. تمام يا بنات. هنحطوها فوق بعض. بصوا انا برضو هقطع بقى مربعات يا بالنظر يا برضو 5 سنتي، يعني طول 5 والعرض 5. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هنبدأ بقى نقطع كل الكمية بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده. انا مرضيتش اشيل حاجة بس عشان تبقوا واخدين بالكم وتبقوا متابعين معايا. بص احنا خدنا 5 فوق بعض، ممكن نحط 10. انا خدت 5. بصوا الشكل هنعمله ازاي. نحط كل 2 عكس بعض زي ما انتوا شايفين. شفتوا انا عملت ازاي؟ يا رب تكونوا اخدتوا بالكم. بس بصوا هنعملوها الاول زي المثلث، وبعد كده نضمهم على بعض يا بنات. بصوا ممكن نحشي الاول جواها كنافة، وبعد كده نقفلوها على بعض، وممكن بعد ما تقفليها تروحي حاطه جواها، يعني بطريقه بقى اللي تعجب. بصوا بقى شكلها ايه يا بنات؟ سهله كده ومش صعبه. ادي ربع شكل. ادي 1 2 3 4، ده ربع شكل يا بنات. برضو هنجيبوا الاتنين على بعض، وهنحط شويه كنافه كده. نعمل كنافه، كورية كنافة كده، ونبدأ برضو ايه نضمهم على بعض. سهل وبسيط يا بنات، مش صعبة. بس هي محتاجة شوية ايه بالراحة كده وانتي بتشتغلي عشان تعرفي تطلعي اللي انتي عايزاه. إيه ما تخافيش وما تستعجليش. والله حاجات سهلة ومش صعبة. بصوا ممكن نعملوها نقفلوها مثلث كده على بعض وخلاص. دي شكل ممكن تعمليها، ده شكل تاني، ده شكل خامس. تمام. ممكن تعمليها مربعة. بصوا زي ما هوريكم اهي. يعني ده مثلث ممكن يبقى مربع. إيه اعملي بقى ابدعي زي ما انتوا ايه بقى عايزين. تمام زي الظرف كده يا بنات. طبعا البقلاوه دي بتتحشى اشكال والوان، وفي بتتعمل من العجينه. انا سهلتها لكم النهارده، قلت اعملها لكم من الجلاش. هيبقى سريع معاكم. بصوا انا عملتها مربعه او مستطيله. اشكالها كتير وتقدري تعمليها بحشوات كتير. تمام. كل دوت عملناه. معلش في شكل انا كنت فاكره ان هو الكاميرا شغاله وهي فصلت معايا. معلش هبقى اعملها لكم بقى منفصله، اللي هو الشكل ده اللي عامل زي البونبونيه. انا بفتكر ان الكاميرا شغاله بس هي فصلت. فان شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني لوحديها كده. هبدا بقى اعمل ايه يا بنات؟ بصوا انا باخد السمنه وبدهن بقى الوش. طب دلوقتي هتسالوني طب انتي ليه الكنافه البقلاوه الاساور دي انتي مش حاطه فيها كنافه؟ هحط لها دلوقتي، بس انا حبيت ان انا الاول ادهن
الاساور دي حلو بس من السمنه من جوه ومن بره كده، من القاعده بتاعتها، عشان تتشرب من السمنه، عشان تورق معانا. وهبدا احط لها ايه، هعمل الكنافه هعملها كور كده، وابدا ايه ادخلها فين، في الاساور نفسها. بص انا بحط سمنه ازاي، بغرق كل واحده كده سمنه، فرشه من السمنه. تمام، انت هتقولي السمنه كتير، لا هي مش كتير بتهيالك. بص انا حطيت بقى في الاساور، بصوا كنافه اهي. هبدا ادخلها بقى على درجه حراره 180 في الفرن اللي في الشبكه في النص، وافضل الف عليها لغايه لما تحمر من فوق ومن تحت. بصوا يا بنات، طبعا اول ما طلعت هبدا ارش ايه، ارشها بالعسل اللي احنا عملناه، او الشربات اللي احنا عملناه. شايفين؟ لازم وهي طالعه سخنه نبدا نحط الشربات قلنا هيكون خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني وسط، ويكون بارد. شايفين؟ طبعا الكاميرا ظلمه، جوده الكاميرا ظلمه الشكل، والله شكلها تحفه يا بنات، وجولد كده، ولا لا بجد لو جربتيها ان شاء الله هتعجبك. وهتعمليها دايما. تمام، اديني اهو شربتها كلها زي ما تاخد. هو الكمية كلها تقريبا خدت، الجلاش مني خد مثلا 3/4 الكمية. ان شاء الله لو عجبك الفيديو انزلي اعملي لايك وشير للفيديو مع اصحابك، شيري مع اصحابك، وسبسكرايب للقناة. وان شاء الله هتعجبك، واكتبي لي في الكومنتات تحت لو عملتش اي شكل، انه شكل اللي عجبك وانه شكل بالنسبة لك اسهل. ولو عملتي البقلاوة دي اكتبي لي برضو هل طعمها عجبك ولا ما عجبكيش، وهل بالكنافة طعمها حلو ومقرمشة ولا لأ. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية ووصفات تانية سهلة بإذن الله، وحلويات تانية أحلى وأحلى. أشوفكم على خير، باي باي، مع السلامة.